السلام عليكم. فيديو النهارده اعاده تدوير كالعاده. اعاده تدوير بتبقى كلها اعاده تدوير، ما بجيبش حاجه من بره. زي ما انتم شايفين كده، دي قطعه جينز هعمل منها اعاده تدوير. والسوسته ديت جايباها من شنطه قديمه عندي، قبل ما ارميها خدت السوسته منها. لو شنطتك باظت ومش هينفع تديها لحد يستفاد بيها، خدي السوسته اللي فيها، خدي لو فيها زرار، خدي فيها لو فيها اكسسوار، وتعالي بقى هنعمل اعاده تدوير متكامله. السوسته دي ما اشتريتهاش، دي كانت عندي، هعمل اكمل بيها الفكره. آه اعاده تدوير القطع الجينز. زي ما انتم شايفين كده في القناة عندي، كل إعادة تدوير بعملها ما بجيبش حاجة اشتريها من بره، كل حاجة متوفرة. قبل ما ارميها بشيلها لحاجة تانية اكمل بيها إعادة تدوير تانية. فما تجيش تقولي هرمي الشنطة ديت وخلاص زي ما هي، وهي كده كده محدش ينفع يستفيد بيها. لا، خدي الصوصات اللي فيها، خدي الاكسسوارات اللي فيها، هتفيدك لحاجات تانية هتعمليها. زي ما انتم شايفين كده، هقص قطعة الجينز على قد المقاس اللي انا محتاجاه. انا كنت ممكن اكبر شوية، بس انا عايزة الحجم ده. طبعا ان ايه، على حسب بقى ما انت محتاجه. لو عايزه حجم اكبر تشيلي فيه حاجات اكتر، تمام. لو عايزه الحجم دوت، شوفي المقاس المناسب لقطعه الجينز اللي عايزه تعمليها. وبعد كده تاخدي السوسته وتلزقيها فيها زي ما هتشوفوا كده. مش هحتاج المره دي ولا خيط ولا ابره. انا هعمل كل حاجه بالشمع. هلزق السوسته هقلب قطعه الجينز على الظهر، وهلزق السوسته فيها، وبعد كده بقلبها على وشها بعد ما اخلص لزق. انا لزقت الجنب التاني وهلزق الجنب ده كمان بالمسدس الشمع. بقول زي برضو، انا المسدس الشمع بتاعي بايظ من قبل كده، بقاله فتره. فانا بسيح الشمع على البوتاجاز وبسيح وبلزق على طول الحاجه. خلصته بروح قلباه بقى من ناحيه السوسته. وزي ما انتم شايفين كده بقى، عايزه بقى تزينيه. انا برضو كان عندي حاجات ما اشتريتهاش مخصوص ليه، فزينتها بيه عند القفله بتاعه السوسته. ممكن تسيبيها على المنظر دوت وتكملي شرشره للجزء بتاع الجينز من فوق، وهو موضه اصلا الحركه دي. وممكن تروحي حاطه الاستراس ده وعلى الزيق بتاع الجينز من فوق. بس كده خلصت اول فكره معايا في اعاده تدوير قطعه الجينز الصغيره. تعالوا بقى معايا على الفكره اللي بعد كده. فكرة رقم 2، او اعادة تدوير رقم 2 من شريط البرشام. زي ما انتم شايفين كده، الشفاف اللي انتم شايفينه كده، اذا كان بقى البرشامة مدورة او مطولة زي ما انتم شايفين كده، هنستخدمها في كلتا الحالتين. هوريكم ازاي هنستخدمها بعد ما نقطعها كده، او نقصقصها بالمقص بالمنظر ده. اذا كانت طويلة او نوع البرشام المدور. زي ما انتم شايفين كده، قصيتها داير ما يدور بالشكل ده. واذا كان برضو الشريط مدور، بالشريط البرشام فيه كان مدور، برضو هعمل نفس الفكرة في نفس اللي عملته في شريط البرشام اللي كان مطول البرشام اللي كانت فيه. هاخدهم بقى واجمعهم زي ما انتم شايفين كده بعد ما اقصقصهم بالشكل ده. وهاخد قطعة ورق كرتون عندي تكون متينة شوية. وزي ما انتم شايفين، بصوا، بعد ما شلت الجزء اللي حوالين الجزء بتاع شريط البرشام، بتاع البرشام ذات نفسه اهوت، واضح كل حاجة في الفيديو. هاخد الخرز وهدخل كل جزء من قطعة القطعة البلاستيك الشفافة دي جواها خرزة. وهعمل عيون بالاشكال ديت، وتقدري بقى تستخدميها في اعاده تدوير في حاجات كتير قوي. اذا كان بتعملي مجسم للاطفال، دبدوب او اي حاجه، هتستخدمي العيون ديت. لو عايزه تستخدميها كديكور في حاجه بتصمميها، عايزه تعملي فازه وتعملي مش عيون بقى، هيبقى منظر كده. هتشوفوا معايا بقى الفازه اللي انا هعملها عن طريق الاجزاء اللي انا هعملها دلوقتي ديت من شريط البرشام اللي انا قصيتها ديت. عشان كده عملت كميه عشان اعملهم. بس انا كنت بقولك الفكره، وفي الاخر انا هاخد الجزء اللي انا عملته ده كله وهعمله في فكره تانية خالص وهستخدمه فيها. بس كده، ده اللي انا عملته. هلزقهم دلوقتي بمسدس الشمع عشان يبقوا ثابتين بعد ما نظمتهم بالشكل ده اهمت. وهيبقى عندك بعد كده زي باكت كده في الحاجات دي ملزوقه. عايزه تستخدمي 2 تقصيهم على قد ما الجزء اللي انت عايزه تستخدميه وتاخديهم. عايزه تستخدميهم كلهم تقصقصيهم وتحطيهم في الفكره اللي انت عايزه تعمليها.
دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هقص 2 واحطهم في البرطمان زي ما انتم شايفين كده، وهستخدمهم، والباقي هشيلهم لوقت ما اكون محتاجه، زي ما هما متشالين كده في الكرتونه. وقت ما اكون بقى محتاجه اروح واخده ومستخدمه اللي عندي اللي انا شايلاهم جاهزين، واخدهم للفكره اللي انا هستخدمهم فيها. بس كده. اجي بقى الفكره رقم 3، لو عندك حته قماشه زي ديت اي لون، وعندك جاكيت الزراير بتاعته وقعت ومش عارفه تجيبي زراير تاني زيهم، او ما عندكيش حد قريب ليكي وعايزه تنزلي بالجاكيت او البنطلون ومش عارفه تعملي ايه، هاتي اي زرار مش متناسق مع اللبس هنخليه متناسق. هتجيبي حته قماشه متناسقه مع لون الجاكيت او لون البنطلون اللي الزراير بتاعته وقعت، وهتغلفيهم كلهم الزراير بقماشه لون واحد. والزراير بقى اذا كانت هي شكلها مختلف تماما والالوان بتاعتها متغيره، فانت كلهم دريتيهم بلون واحد وحطيتيهم في الجاكيت فهيبقوا متناسقين، وهيبقى كمان شكلهم مناسب، ومش هيبان اللي هما لونهم مختلف، وتكوني كده صلحتي جاكيت واسعفتي وقتك. لو مكان مفيش مكان قريب ليكي بيبيع زراير للجواكت او البنطلون الزرار بتاعه وقع ومش عارفه تعملي ايه، دي فكره سريعه تقدري تعمليها لنفسك وتستخدمي فيها الزراير الكبيره. ولو الزرار عندك حتى صغير، الفكره دي ممكن كمان تكبر لك شكل الزرار. نيجي الفكره رقم 4. زي ما انتوا شايفين كده عندك ازاز بالمنظر ده، مش هقولك بقى هاتي مسدس شمع، هاتي مادة لاصقة، هاتي الوان، هاتي رش سبراي اي لون، ولا هاتي دهان مادة دهان ابيض اخضر ندهن بيه. لا، لو عندك سيريا بقى من رمضان مش عارفة تحطيها فين وعايزة تشيليها وفي نفس الوقت ما تبصي وتقدري تستخدميها في فكرة مختلفة غير رمضان، ممكن تاخدي السيريا ديت او شريط الاضاءة وتدخليه جوه الازاز، او ممكن تلفيه من بره. بس انا عجبتني الفكره بتاعت جوه، شفتها وعجبتني، وقلت انفذها في الازازه ديت، واخد السيريا بدل ما انا شايلاها وممكن تبوظ من ركنه، ممكن استخدمها بشكل مختلف غير لما اكون معلقاها، واحطها جوه الازازه وانورها كده تدي شكل مختلف. وعند رمضان ممكن ارجعها تاني او ممكن اسيبها برضو، الشكل ده شكله حلو برضو زي ما انتوا شايفين كده. وهنا خامس اعادة تدوير، وهتبقى من ازازة وبالونة، والفكرة ديت ابني اللي شافها وعجبته قوي وقلت انفذها معاكم ونشوف هتطلع زي اللي شفناها في الفيديو على التيك توك ولا مختلفة. دي ازازة كانت مدخلها بالونة على التيك توك وابني عجبته الفكرة وهيساعدني بقى ان انا اعمل اعادة تدوير والفكرة ديت مع بعض انا وهو. هنقصقص الازازة وهندخل البالونة وهننفخها ونشوف النتيجة، هتطلع نفس الشكل دوت وهتطلع البالونة بالمنظر ده. فهنشوف او هنعرف اصلا ننفخها وهي داخل الازازة ولا مش هنعرف. هنشوف بقى الفكرة واحنا بنجربها مع بعض سوا في الفيديو مع بعض هتبقى عاملة ازاي. انا قصقصت الازازة زي ما انتم شايفين كده بالطول، وخلاص قصقصت الازازة بالشكل ده ودخلت البالونة جواها وهبتدي انفخها واشوف الشكل هيطلع عامل ازاي. بصوا مكمل كمان نفخ البالونة وربطتها، شكلها تحفة بعد ما ربطتها. ولو البالونة اكبر كمان مع الازازة، عشان انا كنت بحسب الازازة صغيرة فخدت بالونة صغيرة، لو البالونة اكبر كان هيبقى شكلها كمان احلى. ابني فرح بيها وخدها يلعب بيها وشكلها حلو قوي. وعلشان كمان السن بتاع الفتحات بتاعت الازازة ما تعورش ابنك، اعمليها بالمكوى وبس كده. دي الافكار اللي عملتها قبل كده معاكم في القناة. لو عجبتكم ممكن تشوفوا في القناة وتقولي لو عجبتكم القناة اشتركوا فيها. ولو الفيديو ده كمان عجبكم اعملوا لي لايك وكومنت برايكم فيه، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة.